السلام عليكم. عمرو أديب يفقد عقله بعد فوز المصري على الزمالك، ويهاجم مرتضى منصور وينتصر أخيرا للنادي الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطر فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد فوز المصري على الزمالك في المباراة التي شهدت جدلا تحكيميا، فقد صرح عمرو أديب بعد هذه المباراة وقال: أنا مش عارف يا جماعة اللي بيحصل للزمالك، عمال ينهزم. والله الزمالك شكله هينزل درجة تانية. ده الحكم النهاردة كان واقف مع الزمالك وما فيش فار والدنيا زي الفل. ده الونش دخل على جريندو مهاجم المصري ضربه حتة مقص. انا قلت الحكم هيطرد فيها الونش، لقيت الحكم مشى الماتش عادي، وبرغم كده المصري فاز. لا الزمالك وضعه بقى يصعب على الكافر. والله ده ذنب الاهلاوية اللي احنا كنا شامتين فيهم انهم خسروا من صن داونز بالخمسة. اهو احنا عمالين نخسر من كل الانديه بالتلاتة، وانا بقول لكم لو ما حصلش وقفه في الزمالك هينزل درجه تانية. ده احنا طلعنا من كاس الرابطه واخدنا 3 من البنك الاهلي، وطلعنا من الكاس القديم من بيراميدز، وطلعنا من افريقيا حصاله المجموعات كالعاده. يا جماعه انا مركب دعامتين في القلب وجال الضغط والسكر بسبب الزمالك. حرام عليكم بقى، حسوا بجمهور الزمالك اليتيم. والله جمهور الزمالك دوت يستحق جايزه نوبل على اللي بيشوفوا من الزمالك. لعيبه بتاخد ملايين يا جدعان، كل واحد من دول اقل حاجه في السنه باخد له 12 مليون. ده احنا لو جبنا كام لعيبه من اللي بيلعبوا في الدورات الرمضانيه اليومين دول والله هيأدوا احسن من اللعيبه اللي بتاخد ملايين. كل ده بسبب مرتضى منصور، عايز يخرب الزمالك قبل ما يمشي. منك لله يا مرتضى، خربت نادي الزمالك. شوف الاهلي بيعمل ايه دلوقتي. الاهلي وصل لدور الثمانية في افريقيا وهيقابل بيراميدز في نهائي الكاس كمان كام يوم. الاهلي بيلعب على كل البطولات، ويعتبر الاهلي اخد الدوري خلاص، والزمالك هيطلع من المولد بلا حمص. وانا بقول لكم الزمالك هيفضل لاخر ماتش ينافس على الهبوط بالمستوى دوت. وفي النهايه لا تنسى الاعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناه ليصلكم جديدنا.